بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم الصقر المصري. فيديو النهاردة بعنوان عودة مصر لأفريقيا. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. الله أكبر. لو حد مفكر إن مصر بتحابي على دول أفريقيا كلها علشان سد النهضة بس، يبقى غلطان. مصر من مصلحتها حل الموضوع بشكل سلمي، لأن لو ده حصل هيبقى في تعاون مشترك كبير بيننا وبينهم، وهنساعدهم في البنية التحتية بشكل كبير، وهنرازي في إسرائيل. في نقطة حابب أوضحها لحضراتكم، يمكن في ناس كتير ما تاخدش بالها منها. مصر بما أنها الدولة الأكبر نفوذا وسيطرة في القارة السمراء، إلا أنها فقدت جزء كبير من تركتها في السيطرة بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك، وزادت بعد ثورة يناير. ومن الوقت ده الساحة الأفريقية بقت فاضية لأي قوة عظمى على المنطقة، فكانت إسرائيل حاضرة وبقوة، واتضت علاقاتها مع عدد كبير من الدول الأفريقية. وصل عددهم ل 32 بلد أفريقي. مش بس توطيد علاقات، بالعكس الدول دي بتحتضن أعداد كبيرة من الخبراء الإسرائيليين في مجالات كتيرة، أهمهم البنية التحتية وتكنولوجيا الاتصالات والزراعة، لكون إسرائيل بتحتل مركز متقدم في العالم كله في العلوم الزراعية. بعد ثورة يناير مصر فقدت جزء كبير من علاقاتها، وخروجها من الاتحاد الأفريقي فتح الباب لأي دولة عايزة تثبت نفسها في المنطقة وبشكل غير رسمي وغير مباشر، وتكون ند للدولة الأكبر واللي الكل كان بيتسند عليها، وهي بكل تأكيد مصر. فكانت إسرائيل حاضرة وبقوة. ما بين عامي 1990 و 1996 تل أبيب وأديس أبابا وقعوا اتفاقيات لإقامة مشروعات مائية على النيل الأزرق، وده كان بسبب إن إسرائيل عايزة تاخد حصة من نهر النيل. وعشان كده الإخوان كانوا بيقولوا إن السيسي بيعمل أنفاق قناة السويس علشان ينقل مياه النيل لإسرائيل. المهم من وقتها ما شفناش حاجة ملموسة لمساحة إسرائيل. ففي عام 2002 إسرائيل وقعت اتفاقية مع تركيا لاستيراد مياه الشرب، والاتفاقية فشلت بعد كده، مع العلم إن إسرائيل حاولت مع مصر إننا ننقل لهم مياه شرب من سيناء برضه. وفي 2016 نتنياهو كان في زيارة لأديس أبابا، وقال نصا إن بلاده ستدعم أثيوبيا في زيادة حصتها من مياه النيل. وبعدها طلع علينا وزير الخارجية الأثيوبية دينا مفتي وقال إن أثيوبيا من الممكن أن تبيع الكهرباء والمياه الفائضة عن حاجتها لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل. من فترة عرفنا عن وفد تشادي في زيارة غير معلنة لإسرائيل بيسعى لتوطيد العلاقات بينهم في التنمية والتعليم والصناعة. ولو تابعنا شوية هنلاقي إن إسرائيل بتعمل مشروعات أغلبها إنساني وطبي لدول كتير في جنوب القارة، بتمول برامج تعليمية وصحية كتير، وبتثبت رجليها بشكل غير مباشر، بل بتخلي حكومات الدول دي هي اللي تطلب تدخل إسرائيل في بلادهم. مصر حاليا وبقيادة الرئيس السيسي بيحاولوا إن مصر ترجع لمكانها الطبيعي، تكون هي كبيرة المنطقة والقارة، هي اللي بتساعد أي محتاج، وده بنشوفه في كم المساعدات اللي بنبعتها لدول أفريقيا. مصر وهي راجعة للدول الأفريقية بتوقع معاهم اتفاقيات عسكرية وأمنية ودفاع مشترك، وده هيسهل إننا نفهم ونعرف كل تحركات إسرائيل في القارة كلها، ونبقى مستعدين لأي سيناريو ممكن يحصل، وبالمرة نعمل كماشة لأثيوبيا لحد ما تعرف مصلحتها مع مين. اللعب مع إسرائيل بقى على كبير وبشكل متشابك، وموضوع سد النهضة ما هو إلا شوط في ماتش طويل بيننا وبينهم. يعني كل الحكاية نقلة، مجرد نقلة على رقعة الشطرنج. وفي النهاية أتمنى تكون رسالتي وصلت. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.